الأول عايزة أعلمك حاجة للزمن. مش كل الرجالة ينفع نتجوزهم، ومش كل الرجالة ينفع نخليهم يبقوا عايزين يتجوزونا. حتة المباراة اللي الست داخلاها إن الراجل يشوفها كزوجة مشكلة، ومشكلة كبيرة، وبتصيبها بالتعب والأسى وفقدان الثقة بالنفس، ودي مش حقيقة. يبقى دي أول حاجة قلتها لك. يجوز إنك ممكن تخلي واحد يتجوزك، بس يتجوزك عرفي، وخاصة انت بتقولي ان انت منفصلة. يبقى احنا هنا بنتكلم عن راجل مستعد للزواج بالشروط اللي انت عايزاها. تسألي نفسك الأول، هل هو فاضي؟ هل هو عايز يعمل عيلة؟ هل هو أصلا بتاع ربنا؟ ولا عايز لا قدر الله يزني ويروح هنا يمين وشمال؟ مش كل الرجالة يبقى العيب فينا إذا مرضوش يتجوزونا. بالعكس، في أوقات كتير قوي بيبقى عدم اختياره ليكي معناه إن انت أنظف من المكان اللي انت عايزة تحطي نفسك فيه وفاكرة إن هو المكان الصح. الشيء التاني، الراجل النهاردة العاطفي ده هيتعلق بيكي وبطيبتك وبعاطفيتك، فممكن يبقى عايز يتجوزك. لكن في راجل عقلاني يبقى لازم تتعاملي مع العقل. فكل راجل وليه دخله. المهم ان الراجل يا اما هو مقرر انه يتجوز، يا اما لازم تعملي له كمين، وهقول لكم بعدين في فيديوهات تانية ازاي.